السلام عليكم الخوت. القصة ديال اليوم على واحد الشخصية اللي دوزت سنين طويلة في المعتقلات ديال بوليزاريو. المهم لما نطولوا عليكم، اللي عجبته القصة ما ينساش يخلي واحد جيم وكومونتير باش نزيدو القدام. مشينا. الحاج سعيد كان فلاح بسيط كيسكن في واحد الدوار صغير في جنوب المغرب. من صغرو هو كيعرف الخدمة في الأرض، كيسقي الماء، كيحرث الأرض ويتهلا في الغنم. كان سيد طيب وكاع الناس ديال الدوار كيعرفوه بالطيبوبة ديالو والقلب الكبير. حياته كانت عادية، عايش مع مراته وولادو، كيخدم النهار باش يوفر لهم لقمة العيش. ولكن في واحد النهار في صيف 1978 كلشي غيتبدل. داك النهار الحاج سعيد مشى لواحد السوق اسبوعي في مدينة قريبة باش يبيع شوية ديال الزرع وداكشي اللي كيخدم عليه في الارض ويشري اللي خاصو للدار. في الرجعة ديالو وهو راكب على البغال ديالو حتى هجموا عليه مجموعة مسلحة من البوليزاريو. كانوا رجال مسلحين وما عطاو حتى فرصة يدافع على راسه. شدوه وغماو ليه عينيه وخدوه معاهم. الحاج سعيد لقى راسو في كاميون مع مجموعة ديال الناس مخطوفين بحالو، ما كان فاهم والو، ما عرف فين غادن بيه ولا شنو المصير اللي كيتسناه. بقاو غادين ساعات طويلة وسط الصحراء حتى وصلوا لواحد المكان معزول بعيد على كل شيء، وما كان حتى واحد كيعرف ديك البلاصة. وصل الحاج سعيد المعتقل في وسط تندوف، هاد المكان اللي غادي يقلب حياته الجحيم حقيقي. المعتقل كان عبارة على واحد المكان مهجور في الصحراء داير بيه واحد الكرياج ديال الحديد عالي وفيه خيام قديمة وشي بنيات بالطوب. الحاج سعيد تفرق على الناس اللي كانوا معاهم، وكل واحد حطوه في خيمة صغيرة فيها غير ضاية ديال الماء في الأرض وشي خضرة قديمة مزاوطة تما ما توكل حتى قط. في الأيام الأولى كان الحاج سعيد كيحاول يتأقلم مع الوضع، ولكن مع مرور الوقت بداو المعاناة. الناس اللي كانوا كيحرسوا المعتقل كانوا قاسيين بزاف معاهم، ما كيرحموا حتى حد لا كبير ولا صغير. كانوا كيلعبوا على الأعصاب ديال المعتقلين، يسبوهم ويعذبوهم بدون سبب. الحاج سعيد كان كيصلي في كل وقت وكيطلب الله يخرجوا من لهنا. المعتقلين كانوا عايشين في ظروف لا إنسانية، القليل من الماكلة، قلة ديال الماء، والبرد القارس في الليل والصهد الشديد في النهار. كانوا كيديوهم يخدموا أشغال شاقة وكل شيء تحت أشعة الشمس ديال الصحراء. الحاج سعيد رغم المعاناة بقى صابر وكيشجع راسو بالصبر والرجاء في الله. واحد النهار وهو في العام الخامس ديال الاحتجاز جات مجموعة ديال الحراس للمعتقل وقرروا أنهم يزيدوا يعذبوهم نفسيا. جابوهم قدام واحد الحفرة كبيرة وقالوا لهم راه غادي يدفنوهم هنايا لما قالوش قاع داكشي اللي كيعرفوه. الحاج سعيد اللي كان ديك الساعة عاجز على الحركة بسبب العيا والجوع رفع يديه للسما ودعا الله يخلصه من هاد الجحيم. كانت هاد اللحظة صعيبة عليه وعلى كل شيء، ولكن حتى لهنا ما فقدش الامل. في السنة السابعة ديالو في المعتقل الحاج سعيد مرض بزاف بسبب سوء التغذية والضرب ليل ونهار، ولا الجسم ديالو ضعيف وبجز باش كيتحرك. كانوا المعتقلين اللي معاه كيحاولوا يعاونوه، ولكن الامكانيات كانت محدودة وغالبا ما كانوا كيعطيوه غير المسخون باش يتدفى. كلشي كان كيسحب له ان الحاج سعيد غادي يموت، ولكن القدر كان عنده رأي آخر. واحد النهار بعد 10 سنين من الاحتجاز سمع الحاج سعيد أخبار زوينة، باللي بدات المفاوضات السياسية الدولية وكان الاتفاق على إطلاق سراح بعض المعتقلين. الحاج سعيد كان من بين المحظوظين اللي تكتب لهم الحرية من جديد. ملي جاو الحراس وقالوا ليه خرج ما كانش متيق راسه. خرج الحاج سعيد من المعتقل هو بحال يالله تولد من جديد. رجع الحاج سعيد للمغرب ورجع لدواره، ولكن ماشي نفس الشخص اللي خرج منه. العائلة ديالو كانت كتسناه بدموع الفرح، وولادو اللي خلاهم صغار ولاو رجال، ولكن الفرحة ديالو كانت مخلطة بالحزن على السنين اللي ضاعت. كل ما شاف عائلته وتفكر اللي عاشوا في المعتقل كيرجع يطلب الله يحفظ هاد البلاد
ويحميها من كل شر. الحاج سعيد بقى ديما كيعاود لولادو وحفادو على اللي عاشوا في معتقلات تندوف باش يعقلوا على ثمن الحرية اللي كيعيشوا فيها اليوم. عاش ما تبقى ليه في حياته كيحمد الله على كل لحظة ديال الحرية، وما عمره قد ينسى اللي داز عليه في تندوف. كانت هذه القصة ديال الحاج سعيد اللي دوز سنين د العذاب في معتقلات تندوف. حاولنا غير نشعلوا بول على القصة ديالو حيت كاين شله ما يتعاود عليها. نتلاقاو في القصة الجاية الخوت.